معركة مجدو هي واحدة من أقدم المعارك المسجلة في التاريخ، وقعت حوالي عام 1457 قبل الميلاد. قادها الفرعون المصري تحتمس الثالث ضد تحالف من الممالك الكنعانية بقيادة ملك قادش. الموقع: مجدو تقع في شمال فلسطين الحالية. السبب: كانت الممالك الكنعانية تتمرد ضد السيطرة المصرية، وتحتمس الثالث أراد إعادة فرض السيطرة المصرية. التكتيكات: تحتمس الثالث فاجأ العدو بسلوك طريق ضيق وخطير، مما ساهم في تحقيق نصر سريع. النتائج: انتهت المعركة بنصر مصري وفرار العدو إلى داخل أسوار مجدو. تلا ذلك حصار استمر لعدة أشهر. ساعد هذا الانتصار في تعزيز هيمنة مصر على المنطقة. كانت معركة مجدو نقطة تحول، حيث أكدت قوة مصر العسكرية ووضعت الأسس لحكم تحتمس الثالث الذي استمر لعقود من الزمن.